إذا أردت أن تضع هدف، ضع هدفك عند النجوم، علشان لو ما أصبت الهدف تصل فين؟ تصل إلى القمر. الإنسان مستحيل أنه يقدر يحسن من نفسه إلا إذا عنده أمل. أمل أنه عيوبه هذه ممكن في يوم من الأيام يتغلب عليها. وأنا في حياتي الشخصية ويعني عندي كان عيوب كثير وذنوب كثير وأخطاء كثير، وبعضها جلست يمكن 10 سنين أجاهد نفسي أني أعالجها، وبعضها جلست يمكن 20 سنة إلين ما عالجتها. ولولا أنه كل مرة كنت مثلا أغلط وأرجع أصلح، وأنه عندي أمل أنه في يوم من الأيام ربنا حيأذن ويفكني من أسر هذا العيب أيا كان. وأنا دائما كنت أقول مثلا كنت أدخن زمان، ودخن 13 سنة، وجلست 10 سنين أحاول أبطل، 10 سنين أبطل، أرمي البكت 3 أسابيع أرجع تاني أدخن. كان عندك أمل إنك أنت، لولا الأمل إنه في يوم من الأيام حتفك، كان عندي أمل ويقين، ما كنت بطلت. كان اليوم جاي معايا بكت سجاير وأنا مبطل من سنة 2000. فمهم جدا على العلم. إلى اليوم عندي عيوب، صار لي 20-30 سنة بحاول أعالجها، ما تعالجت، ولكن عندي أمل إنه السنة الجاية أو اللي بعدها أعالجها. فتحسين النفس على مستوى الفرد بدون أمل، صحيح. لذلك الأمل هو وقود العمل. قاعدة أساسية: أنت مهم. أنت كإنسان لم تخلق عبثا، وجودك في الكون له سبب. فما في إنسان يستقل من نفسه أو يحس أنه ما له دور في الحياة، أو أنا مين، أنا ماشي على هامش الحياة. وكل إنسان وجوده يغير في كل الكون. كل الكون لن يكون كما هو اليوم بدونك. يعني إذا أنت خرجت من الكرة الأرضية دي، كل منظومة الكون حتتغير، مجريات الأحداث حول الكرة الأرضية كلها حتتغير. لذلك في قاعدة ما يسمى الباترفلاي إفكت أو أثر الفراشة، أنه لو في فراشة حركت جناحيها في كاليفورنيا ممكن تسبب إعصار في بلد عبر المحيط بسبب الذبذبات. ليه؟ لأنه كل الكون متصل. كلمتك، فعلك، حركتك، كل ذرة عمل تقوم بها تؤثر على الكون، ووجودك له هدف، سواء أنت فهمت الهدف ده ولا ما فهمت. ولكن لما الله قرر أنه يخلقك، خلقك لهدف وسبب. استشعار هذا السبب هيغير تعاملنا مع الحياة. كل الكون لن يكون كما هو اليوم بدونك. يعني إذا أنت خرجت من الكرة الأرضية دي، كل منظومة الكون حتتغير. شيء لا يعرف إلا بضده، فلا يعرف الخير بدون وجود الشر، ولا تعرف المتعة بدون الألم، ولا يوجد العدل بدون الظلم، ولا الرحمة بدون الضعف، ولا الكرم بدون الفقر. كيف حيكون صابر إذا ما في ظلم؟ فالأمور السلبية اللي في حياتنا بتحصل لسبب، لإبراز الجواهر اللي موجودة عند الإنسان. هذه سنة من سنن الكون. فالتضاد ضرورة معرفة الأشياء. قمة المتعة متى تيجي؟ لما يكون في قمة الألم. يعني متى أكثر استمتاع في الأكل؟ لما تأكل بعد أكبر درجة من ألم الجوع. إذا أنت ما أنت عطشان، ما أنت حاسس بألم العطش، أشرب، ممكن يعني ساعة بسيطة يعني. ولكن لما تكون عطشان يتحول هذا الألم بدرجته القصوى إلى درجة قصوى من المتعة. الفحم مادة موجودة في الكرة الأرضية، منتشرة وقيمتها قليلة، ولكن تخيلوا أنه هذا الفحم تحت الضغط والحرارة الكربون اللي فيه يتحول إلى ألماس. وكذلك الإنسان عنده خيار لما تحصل له أزمة، أنه الأزمة هذه تؤثر عليه وتحبطه، ولا يحول الأزمة إلى نجاح وإبداع وتخرج هذه الأزمة الطاقة الإيجابية اللي موجودة فيه. من الظلم أن نحكم على السمكة بناء على عدم قدرتها على الطير، ومن الظلم أن نحكم على الطير لعدم قدرته على السباحة في داخل الماء. لكل مخلوق قدرة، ولكل مخلوق موهبة، وكذلك الإنسان. كل إنسان عنده موهبته. هل تعرف إيش موهبتك؟ كم من موهبة حرقت بسبب عدم إعطاء المجتمع فرصة للشباب. وإحنا دائما نقول الشباب العربي لا ينقصه شيء، مليء بالمواهب، مليء بالقدرات،
فقط يحتاج إعطاء فرصة وليس حرق. يعني احنا شايفين حوالينا الأخبار، تفتح الأخبار كله إحباط. كيف الواحد يقدر يصحى من النوم أصلا؟